شرح ازاي تربط حسابك في فيفا موبايل وازاي تفتح اكتر من حسابين بدون ما انت تحذف البيانات. بس قبل ما نبدا كده ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك. بعد ما بنخش على الاعدادات وبنخش على ربط الحساب عندنا الفيسبوك والجيميل او العب بليه. طبعا انا رابط حسابي بالفيسبوك بس عايز افتح حساب تاني بدون ما اعمل حذف بيانات. تابع معايا الشرح ونبدا واحده واحده. اول حاجه بنخش عليها هي الاعدادات، بعد كده بندوس على رابط الحساب، بعد كده بندوس على العاب بليه. طب لو انت مربوط عندك بالالعاب بليه هتعمل ايه؟ تابع معايا الشرح للاخر عشان حسابك ما يضيع. بعد ما دوست العاب بليه بيخيرني تختار انهي جيميل عشان عندي جيميلات كتير، فاخترت الحساب اللي انا عايز افتحه، فتلقائي بيبتدي يحولني على الحسابين، بيقول لي تختار تفتح بالفيسبوك ولا تفتح بالجيميل. فانا اختار ان انا افتح بالجيميل، موجود اهو العاب بليه تحت. ملاحظه بسيطه، عشان هنا ساعات بيخيرك بين ان تفتح حساب جديد او تبدا من جديد، فلو عمل معاك كده ما تختارش ولا تفتح حساب جديد ولا تبدا من جديد. وهنا فتح معانا الحساب التاني بدون ما نعمل حذف بيانات ولا اي حاجه. وفي طريقه تاني انك انت تقدر تفتح حساب فيسبوك غير اللي احنا كنا فاتحينه. بنروح على الفيسبوك وبنعمل تسجيل خروج زي ما انتم شايفين، وبعد ما بنعمل تسجيل خروج بنختار الحساب الفيسبوك اللي فيه اللعبه او اللي احنا رابطينه باللعبه. وبعد ما بنعمل تسجيل الدخول بالحساب الفيسبوك اللي رابطينه باللعبه نروح نفتح اللعبه على طول، نخش على الاعدادات ونخش على ربط الحسابات. كده ظاهر عندي ان انا مربوط بالالعاب بليه بس مش مربوط بالفيسبوك. المره ديت ان احنا هنختار الفيسبوك، يعني هي مره بتختار جوجل بلاي ومره بتختار فيسبوك، فاخترت الفيسبوك فابتدى يفتح معايا الحساب المربوط في الفيسبوك. لو استفدت من الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وقول لنا نستمر ولا لا. بسيب لكم جروب الواتساب في الوصف، ولو محتاج تشحن يبقى كلمني في الجروب الواتساب.